السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهارده هنعمل مع بعض بقى طاسة القنبلة. طاسة القنبلة عبارة عن كل القيم الغذائية، حطينا فيها البروتين النباتي والبروتين الحيواني، وحطينا فيها النشويات. عبارة عن كل حاجة حطيتها لكم في الطاسة دي بأقل التكاليف وبكل سهولة، وفي 3 دقايق بس عملنا أحلى فطار، وكمان ينفع غدا وكمان ينفع عشاء. ولو عازمة أصحابك ولا حد على الفطار، بجد من أول الحاجات المشرفة اللي تتحط على السفرة. جميلة جميلة، شايفين شكلها حلو ازاي ولا طبقاتها؟ يلا نشوف الفيديو بتاعنا، بس قبل ما نبتدي نصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم عليك يا حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة معايا بقى شوية بطاطس مكعبات صغيرة وعليهم شوية ملح، وهنحتاج شوية فول وبصلاية صغنونة كده مبشورة وبيضتين وشوية جبنة ميكس كده، موتزاريلا على شيدر على رومي، وقرنين كده فلفل واحد أخضر وواحد أحمر، وشوية من هرسة الشطة، وشوية كمون وشوية ملح وشوية فلفل. أول حاجة البطاطس بتاعتي مقطعاها مكعبات كأنك هتعمليها بطاطس مطبوخة، بس تتقطع صغيرة خالص. تمام، هنحمرها كده في زيت عادي كأننا بنعمل بطاطس محمرة. في طاسة تانية على النار هنجيب بقى طاسة نحط فيها شوية من الزيت وننزل بالبصلاية اللي احنا بشرناها، وأقوم بعد ما البصلاية كده دبلت معايا وبدأت تاخد اللون الأصفر أنزل عليها على طول. أنا حاطة هنا عشان عاملة كمية صغيرة ونص قرن فلفل أحمر ونص قرن فلفل أخضر، عشان القرون اللي عندي كانت كبيرة، فانت لو صغيرة هنحط قرنين كاملين. تمام، حطيت الفلفل واديتهم برضو تشويحة كده، ورحت نازلة بالفول، حطيت عليه شوية مية عشان احنا مش عايزينه تخين كده، احنا عايزينه يكون فيه صوص شوية. ورحت حاطة شوية نص معلقة من الكمون الصغيرة، وحطيت نص معلقة من الفلفل الصغيرة، وحطيت كمان نص معلقة. والملح دايما بقول لكم حسب الرغبة. قلبته كده لما الفول سخن معايا وخلاص كده شلته من على النار. مستنية البطاطس بتاعتي بقى ايه، خلاص قربت تتحمر. جاي بقى هنا بقى معايا البيضتين، حطيت عليهم نص معلقة صغيرة من هرسة الشطة اللي احنا كنا عاملينها مع بعض، وشوية من الفلفل الأسود وشوية من الملح، وقلب قلب قلب. وخلاص كده البيض بتاعنا بقى جاهز بعد ما ضربناه كويس بالمضرب وركناه على جنب. هبدأ بقى ان انا اجيب البطاطس بتاعتي ونجيب بقى الطاسة الجميلة بتاعتنا اللي هندخلها الفرن. اول طبقة معايا هنا عبارة عن البطاطس. شايفين مين ما بيعملش الحركة دي ان هو ياكل كده بطاطس وهو البطاطس المحمرة في ايده؟ جميلة، طعمها خطيرة. اول طبقة حطيناها البطاطس، وبعد كده هنزل بطبقة الفول. هحط شوية من الفول وبعد كده هحط شوية جبنة موتزاريلا فوق الفول، وانزل بالنص التاني من الفول. شايفين بقى الجمال والحلاوة؟ يا خرابي يا خرابي على جمالهم بجد، والله الطعم حكاية. خلصت كمية الفول، انزل بقى بالبيضتين اللي انا حطيتهم كده وضربتهم بهرسة الشطة، هتفرق جدا في الطعم. واقوم نازلة بطبقة حلوة من الجبنة الميكس اللي احنا حطيناها على بعض دي، واعمل فتحات بالسكينة كده ان هي ايه اوسع الدنيا تحت. واقوم نازلة برضو بشوية كده من الجبنة الميكس الموتزاريلا على الشيدر على الرومي، واقوم حاطة شوية بطاطس بس كده للتزيين على الطاجن. ادخله بقى الفرن، اول ما الاحرف بتاعتي تبدأ تصفر اقوم مولعة شوية تاخد الوش الجميل اللي انتوا شفتوها دي. وبألف هنا وشفا على قلبكم حتة طاسة قنبلة خطيرة حكاية. شايفين؟ بجد تحفة، وكل اللي في البيت هيبقى عاجبكم. مصطفى ابني بقى بيقول لكم ما تنسوش اللايك. اسيبكم واقول لكم مع السلامة.